وهلا بنات، إن شاء الله الكل بخير. قبل لا نبلش الفيديو صلوا على نبيكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الأجواء مال الشتاء أني أموت عليها، أعشق شي اسمه الشتاء، فكتبولي جوا أنتم من محبين الصيف لو الشتاء. طبعا هنا أنا حبيت أسوي روتين كامل وكلش ممتع إن شاء الله، فلازم تكملون الفيديو للأخير، وأكيد قبل لا تكملون لازم لايك. طبعا سوري إذا شوية صوتي متغير لأنه تعرفون تغييرات جو فشوية بلاعم. هنا أنا الوالد جايب مخضر وشي فغسلته، ووراها راح أبلش أطبخ لأن هنا كان عندي أوف فحبيت أني أطبخ. نادى أغسل الباذنجان وأفكر شنو أسوي غدا، فراح أسوي طبختين بنفس الوقت، على مود اللي ما يحب هاي الأكلة ياكل ذيج الأكلة، أفضل حل هذا. طبعا هنا أنا هم الوالد جايب سمك وشي، فراح أسوي تشريب وسمك. هنا حضرت الطرشي وفرغته بالطاسة مالته. أموت على الطرشي الحامض، المدبس ما أتقبله إنه حلو شوية بيه حموضة، الحامض كلش طيب أحبه. وهنا أنا مستغربة شلون يحطون قرنبيط بالطرشي، يعني ما أحب أكله. المهم بنات، هنا أنا حضرت البوتيتا قطعتها والبصل والورق الغار عن الزفار. وهنا أنا بعد ما فار اللحم مثل ما تشوفون حمسته وراح أحط له ماي ولبلبي أو حمص، يعني هو هذا الجاهز. بنات هذا السمك شانق، أنا أحب أقطع الروس لأن الراس هو مال السمكة ما ينوكل، تحسه زفر، تحسه ما بيه فائدة، فأقطعه هيج يصير أنظف وأطيب. هنا الحمد لله والشكر وربي يشبع كل جوعان، سوينا السمك وسويت هذا التشريب بعظام ولبلبي والطرشي والزلاطة والخبز الحار. أنا كلش أحب هاي النوعية مال السمك والسمك البني، أحس إنهن أطيب شي. شوفولي التشريب، بس شوفولي التشريب، أنا مبدعة. هنا أنا بعد ما أكلنا تغدينا والحمد لله والشكر، أنا مو يعني ما شربت شاي فاتجهت للقهوة، وأكيد لازم شوية نتدفى. بنات تعالوا أسولف وياكم، لا تخلون أي أحد يقعد يمكم إنسان سلبي، لأنه إذا شخص سلبي ودائما يشكيلكم ومشاكله وما أعرف إيش راح يأثر بنفسيتكم. هسا ممكن يكون هذا الشخص صديقكم المقرب ويحكي لكم على ظروفه أو فد شي ممكن، بس مو يومية يومية يومية. تراكو ناس تدب همومها على الغير، بدير بالكم تخالطون إنسان سلبي يغير بنفسيتكم ويتعبكم، حتى كلامه راح يأثر بيكم. فدائما يقولك جاور السعيد تسعد. المهم بنات، هذا الورد كلش أنا أحب اللون الأزرق. المهم هو راح جيت أسولف. هنا أنا اشتريت هذا مصدر السعادة مالتي، الحلويات والحب الشوكولات. طبعا هو كلش مو صحي، بس دائما احنا البنات نحب الحلويات، أنا أموت على هاي السوالف. بنات مثل ما شفتوا مساء أظافري هنا أنا مر الوقت عليهم وتقشطوا وشي، فلازم أغيرهم. جبت هذا الستيكر مال الأظافر، كلش مهم وضروري وتحسه يغير من الأظفر ويسوي أجمل. هسه راح يعني أول بداية أزيل الصبغ القديم، وراها أقرض الأظافر إذا يعني شكلهم ما حلو أو يعني. بعدها صبغت هذا اللون اللي هو نيلي أو أزرق طوخ، وراها راح أحط هذا اللمع شوي ينطي فد شي حلو. هسه راح تشوفوه أقرب. اختاريت هذا اللون لأنه أنا ما أحب أثبت على لون، أجرب كل الألوان، حتى إذا اللون ما يلوق لإيدي عادي أجربه وما أخليه ببالي، أشبع بيه صورة وبعدين أمسحه. بنات شوية هذا اللمع انطاه فد ديزاين مختلف، شوفوا هذي الستيكر شلون حلو. وخاف ما شفتوهن، صورت من زاوية أخرى، يلا شوفوهن، شوفوهن اكتبولي بالتعليقات حلو عليك يلا، وترسب تعليقات وقلوب زرق، لأن ما تتخيلون ايش قد أحب هذا اللون وينطيني هيجي طاقة وسعادة وقوة. هنا أنا حبيت أفاجئ أختي وأسوي لها فد فعالية حلوة أشجعها على الدراسة.
تغير من نفسيتها. فهسه هي بالمدرسة لقيت اللوكر مالتها مال الكتب، فتحته وخذت أعتقد فيزياء بوقتها، وخذت هذا الدفتر وجبت أقلام وجبت الحلويات اللي عندي. هذا القلم كلش أحبه بأضوية وشي، هذا مالتي. بنات متغير شوية صوتي لأن قلتلكم إنفلونزا. هسه جبت مجموعة حلويات هي تحبها، أكيد كلكم تعرفون خواتكم أبنائكم شنو يحبون، فلازم يسوون كل فترة فد مفاجأة، فد هدية، حتى إذا مثلا كان هو مو زين بالدراسة مو معناه نقعد نقول له لا أنت مو زين أنت ما أعرف إيش، ونقعد نقارن طالب ويا طالب. بنات أكبر غلط يسووه الأهل أو الأخوات إنه تقارنون مثلا هو وصديقه، بنفس الوقت هو راح يكره صديقه، وبنفس الوقت راح تصير مشاحنة بيناتهم كلش قوية، وهذا الشي غلط ممكن يأذيه، ممكن لا سمح الله تدور بباله أفكار، يعني إذا كان هذا مراهق أو طفل فممكن يسوي أي خطأ بسببكم انتم، فلا تقارنون بينه وبين صديقه. لأ قولوا له مثلا كذا أريدك بالمستقبل مثلا، أو انتم اللي تحددوا له المستقبل لأن المستقبل مجهول هو يحدده، بس قولوا له نريد درجات كذا على مود نشتري لك كذا شغلة، درجة كذا على مود مثلا تنجح على مود نشتري لك كذا ملابس أو كذا لعبة. هنا راح يشجع بنفس الوقت، وكلمة طيبة أحسن ما إنه انتم تقعدون تغيروه بصديقة أو قرايبة أو ابن خالتك ابن عمتك، هذا الشي كلش غلط. تمام. هنا هي تحب هذي السوالف الحبشكلات، كتب لها أسرار يولد النجاح. دائما اختاروا عبارات حلوة، عبارات تدل على النجاح والقوة والثقة بالنفس. بنات أكيد أنا من أحكي هذا الحكي إنه أنا مرة مثل بتجربة أو شي أو سامعة. المهم أنا كنت بالمتوسطة، فكانت عندي صديقتي أو هي مو صديقة لأن هيجي نوع حرام يسمى أصدقاء. المهم فكانت هي مو كلش قوية بالدراسة، فجنت أنا من أنجح تقولي خاف أهلي يسألوج يقولولك نجحتي، طبعا علي قولي لهم لا رسبت على مود ما يبسطوني. تخيلوا أهلها يضربوها لين أني أنجح، بس تخيلوا الأم راح يزرعون الكراهية، هي راح تكرهني وتغار من عندي. تخيلوا يعني. فهذا الشي كلش شي مزعج، لأن أول شي هو حسد وغيرة وحقد، المفروض ما يسوون يعني بهاي التفكير أو بهاي العقلية يقارنون. المقارنة جدا غلط. شوفوا بنات بهذا الشكل. طبعا هاي فكرة صورتها بدون لا يعني أصور لكم ردة فعلها أو شي، لأن أنا بعد ما كملتهم حطيت رجعتهم باللوكر، بس حطيتهم قبال الوجه عمود متفتحة راح يشوفها. فكانت ردة فعلها كلش حلوة إنه هي شكرتني وباستني، وكلش حسيتها انسعدت رغم إنه أشياء بسيطة ممكن تسعد المقابل. صدقوني هي مو بالفخفخة والشي الغالي، لا مجرد مرات شغلات بسيطة، عبارة وردة، عبارة مثلا جميلة وياها شوكولاتة أو يعني حلوية أو أي شي راح تسعد الشخص المقابل. فهذا كان شي بسيط، وكانت يعني هيجي فكرة دخلت ببالي وحبيت أسويها. فإذا حابين مثل بعد أفكار تانية كتبولي بالتعليقات، ونسوي مثلا جزء تاني فقط أشياء ومفاجآت أو أفكار أنطيكم إياها على مود تسووها لخواتكم أو مثلا لأبنائكم صديقاتكم. المهم كتبولي جوا على مود أعرف إنه إذا حبيتوا الفكرة أسوي جزء تاني ونوع بالأفكار والشغلات الحلوة. المهم كانت هي طبعا عندها امتحان أتذكر أو هيجي شي من رجعت كلش يعني فرحت. المهم بنات هي تحب هاي النسات وشي مثل ما شفتوا هسه هذا وكملنا لهنا. إن شاء الله الفيديو عجبكم، ولا تنسون أكيد اللايك راح يشجعني وتعليقاتكم الحلوة. أحبكم ومع السلامة.